بعيدا عن الأموال المنهوبة إلى الموسيقى المنهوبة. ما كانتش دروك غير الأموال المنهوبة، وإنما التراث، التاريخ، كل ما هو قابل للسرقة يسرق. يعني إذا ما درتش الأموال، ما انتبهت لهاش، سرقوها. إذا تاريخك ضربت النح عليه سرقوك. الأغاني أيضا قضية جديدة برزت في الوسط الفني، قضية المطربة السورية أصالة نصري في أغنية مع المغنية المغربية أسماء المنور سيد الغرام، بعدما قيل عن سرقة تراث، نظن حتى حلي ومجوهرات جزائرية ونسبها إلى المغرب. الآن الموسيقى، اللحن الجزائري حديث كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك، الانستغرام، مقلوبين على أنه الأغنية مسروقة من لحن جزائري للفنان سليم هليل. أنا عقلي ذاته الأغنية الخالدة لسليم هليل. نسمعوا شوية من أغنية أصالة وشوية من أغنية سليم هليل واحكموا بأنفسكم. المطلوب فقط أذن موسيقية باش واحد يفرز إذا فيه سرقة أو لا. نسمعوا شوية مقاطع ونعود. هذه أغنية أصالة مع أسماء المنور، وأغنية سليم هليل التي يقول بكل من يستمع أن الموسيقى مأخوذة من لحن أغنية أنا عقلي التي أداها سليم هليل وعرف بها لسنوات طويلة. حتى الآن ما يزال الجمهور يطالبه بها في كل حفلة. قلت بأن الفوارق تبدو بسيطة، بصح تحتاج إلى أذن موسيقية حتى واحد يميز. هادو ماشي الصور تاعنا، خلونا من الحلي ولو الصور تاع الأغنية، هذه هي الصور تاعنا. فحتى نحكم معي الفنان سليم هليل، الفنان وصاحب الأغنية الأصلية أنا عقلي. سليم مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور خويا قادر. يا خويا الشرف ليا، مرحبا بك سليم. انا كان ماذا بيا نسقسيك على جديدك، بصح نسقسوك على الاغنيه المسروقه اليوم، معليش. سليم، هل يعني انت عندما استمعت الى اغنيه اصاله مع اسماء المنور، هل شعرت فعلا بانها مسروقه من لحن انا عقلي؟ سليم هليل سرقوا سليم هليل ثاني راح. سليم هليل أنت معي؟ سليم هليل؟ طيب سليم هليل يبدو بأنه حياني وذهب، سوف يعود إلينا سريعا. قلت بأن الأغنية هذه سيد الغرام أصالة نصري تقع في فخ السطوة على التراث الجزائري. كان الهدرة على وش يسموه هذا اللي قالوا بأنها أخذته خيط الروح المشاعر. المهم هذاك خاطينا، خلونا في الموسيقى. سليم عاد إلينا. سليم مرحبا بك. الو نسمع بك ويا قادر. طيب سليم، عندما استمعت إلى أغنية أصالة وأسماء المنور، هل شعرت فعلا أنت كصاحب أنا عقلي ذاته أنها مأخوذة لحنها مأخوذ من الأغنية تاعك؟ يعني اندهشت بزاف اللي سمعت الأغنية تاع عقلي ذاته تعرفت ولا حاجة أخرى. يعني كما يقول لك هذو الناس ما يحشموش في نقولها بكل صراحه. يعني سي مش عارف، سي ناس اذكياء كما نقول لك، اغبياء الناس هذو. كي يدير اغنيه بريميرمون لازم انا نكون على بالي ولا تكون على اسمي وحده. سكوندو لازم الاخر ما يحرفوا حتى الكلمه. هما نحاول كلام وتراثوا الموسيقى ولا تهذيب، يعني يلعبوا الحيله باش انا ما نفيقش. يعني انت تشوف بانه سطو مفضوح وخطوه غبيه، يعني انه اخذوا الموسيقى نتاع انا عقلي ذاته بشكل مباشر. يا خويا قادر شوف، هذه لا شانس تاع انا عقلي هو السرقه في اللحن ولا في التوزيع؟ احمد جودي في التسعين. اوكي هكذا. اها الو شكون تفضل سليم تفضل. الو يا سليم انا معك، تفضل راني نسمع فيك. الو انا معك سليم هلي، تفضل. مساء الخير سليم. دخلتوك مثلا في جوله فنيه بصح راك تسمع فيا يا سليم. انا نسمع فيك احكي لنا قلت لي انا قلبي ذاته كلمات والحان عبد الرحمن جودي في سنة. الأغنية هذه تلحنت وتكتبت
في التسعين في الاستديو، سجلناها في الاستديو تاع محبوباتي 1990 في استديو محبوباتي. اكزاكتومون. وانا حرصتها في الديبي 91 واشتهرت بها، وكما تعرف انت يعرف كل الجزائري الاغنيه هذه نالت شهره كبيره حتى في الخارج، وما زالت حتى الان. وما زالت انا راني في جوله هنايا، انا نهضر معاك وانا راني داخل توغورت، يعني بقى 150 كيلومتر باش ندخل توغورت. الله يبارك. كنت سمعها وغنيتها وحتى المنيعه وعجبتهم. طيب انت سليم، كيفاش تفسر هذه الخطوه تاع سرقه الاغنيه وغيرها من الاغاني؟ يعني كاين بزاف اغاني جزائريه سرقت ونسبت الى فنانين اخرين. والله فلما تستحي تعمل مشاكل. يعني درنا المده اغنيه على بحذريه دوكا دروا هذا تدير في الاغنيه تاع الراجل هو اللي كتبه لي لحن توضع على اسمك دوكا دروا. الدولة الاغنيه تاعي دوكا دروا تديها وما تديك لا طامون ولا نو تاع لوتر كومبوزيتور. هذه يعني مانيش عارف اسكو سي دي بروفوكاسيون ولا ما فهمتش، ولا شطاره ولا قفازه، مش باغي في. طيب هل التراث تاعنا الفني او الموسيقي محمي برايك؟ جوستومون ما راش محمي. جوستومون قادرين يدوا نيمبورت كيل شونسون سي ميترو سي لو رول تاع لوندا، باسكو انا كفنان جو سوي بروتيجي par لوندا، دونك elle devra faire des mérites pour protéger les artistes les chansons quoi. وهل يعني الفنان يستطيع، انت كفنان الان راك تقول انك ضحيه عمليه سطو، هل ممكن تقوم بخطوه؟ يعني هل عندك امكانيه باش تدير اجراء ضد هؤلاء الذين سرقوا الاغنيه؟ يا خويا هذا المشكله ثم على قلت لك انا جو سوي بروتيجي باغ لوندا، لازم لوندا هي اللي انا تفاصل لحد الاثنين نروح نشوف المدير تاع لوندا ويعني محسوب لازم لوندا هي اللي تدير اجراء. انا ما نقدرش، انا مع من نتكلم من العداله مع من تكون، فهمت خويا؟ صح. ايه يعني انا كالعبد الضعيف ما نقدر ندير له، ولكن لوندا باسكو لوندا هذه خدمتها طيب. ولكن انت تؤكد لي سليم هليل بان الاغنيه اللي سمعناها سيد الغرام لحنها ماخوذ من انا عقلي ذاته. شكرا لك سليم هليل، يعطيك الصحه، ونتمنى حمايه التراث الجزائري. يعطيكم الصحه مشاهدينا الاعزاء، شكرا سليم هليل كان معنا على المباشر باش يهضر على انا عقلي ذاته اللي خطفاته اصاله.